السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال ان شاء الله. انا جايه النهارده باذن الله عشان اثير الجدل بصينيه البسبوسه دي، واغير مفهومكم خالص على البسبوسه. وزي ما بنقول هنا في الفلاحين، دي مش طلعت بسبوسه، دي طلعت هريسه. انما بجد حلوه جدا. يعني انسوا اي وصفه بسبوسه عملتوها قبل كده وركزوا معايا. يعني ركزوا معايا جامد قوي في الوصفة دي. حلوة جدا، هتعمل عندك قلبان. ومش هيتخيلوا خالص ان الوصفة دي انت عاملاها في البيت، وان البسبوسة دي انت عاملاها في البيت خالص. بالعكس، ده هيحسوا ان انت شارياها من افخم واحلى المحلات في البلد. وبجد والله احلى وافخم وانضف كمان من اللي بتشتريها من بره. هنعمل النهارده باذن الله صينيه بسبوسه بطريقه جميله جدا، بطريقه بسيطه خالص خالص خالص. يعني مكوناتنا بسيطه والطريقه كمان حلوه قوي. انسى اي وصفه عملتيها قبل كده وركزي معايا كويس جدا في الوصفه دي، هتغير مفهومك تماما عن البسبوسه. تعالوا بقى نشوف مقاديرنا بسيطه جدا. معايا كيلو هنا من السميد الناعم بتاع البسبوسه. انا جايبه سميد فرد مش اكياس. نص كوبايه من الميه، دي الكوبايه المعياريه اللي انا استخدمتها اللي هي فيها الميه. واتنين كوب من السكر، وكوب من اللبن اللي هو نفس الكوب اللي كان فيه الميه. وكوب ونص من السمنه دي عباره عن سمنه بلدي وسمنه هولندي، بس الاكتر يعني ضفت كوبايه من السمن البلدي ونص كوبايه من السمن الهولندي. ومعلقتين كمان من عسل الجلوكوز. في الحلة بقى دي الطريقة الجديدة، ضفت فيها السكر وهضيف عليها المية بتاعتي، مية من الحنفية يا جماعة عادي خالص، أو مية الشرب بتاعتنا العادية. وهضيف كمان معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. امشوا معايا بالخطوات، يعني أهم حاجة مش المقادير، أهم حاجة تمشوا بالخطوات دي مظبوطة جدا. يعني هي دي اللي هتخليكوا تطلعوا بسبوسة حلوة جدا وطالعة معاكم مرملة وطرية حلوة قوي. امشوا معايا بالخطوات بالظبط يا جماعة، يعني ما تغيروش اي حاجة. تمام. ممكن لو مش حابين تعملوا كمية كبيرة ممكن تقسموا المقادير دي على النصين، يعني ممكن نعمل كمية اصغر من كده. يبقى انا ضفت ايه في الحلة؟ ضفت السكر والمية ومعلقتين عسل الجلوكوز. حطيتهم على النار، على نار متوسطة مش عالية قوي. انا عايزة بقى السكر مع المية مع عسل الجلوكوز يتكرمل. طب احنا مش عندنا عسل جلوكوز، ممكن نضيف عسل ابيض اللي هو عسل النحل وحطهم على النار. طبعا انا مش عايزاكوا تلمسوا السكر ده ولا المية ولا اي حاجة بالمعلقة. يا دوبك بس كده قلبي الحلة بإيدك، أو لو كزرولة قلبيها بإيدك. بعد ما يتكرمل ويدينا اللون الذهبي الفاتح الجميل، نضيف عليها مباشرة كل كمية السمنة الموجودة عندنا. ضفنا كام سمنة؟ كوب ونص على الكيلو الكامل، كوب ونص على الكيلو كامل. بعد ما السمنة ساحت بقى نضيف عليها كوب الحليب. وطبعا لازم يكون المكونات كلها تكون في حلة كبيرة، بحيث ان احنا اول ما بنضيف الحليب على الكراميل بتاعنا بيفور كده ويعمل قلبان. فعشان ما يكبش معاكي من الحلة لو كانت صغيرة، فيفضل ان احنا ايه نحط كل المكونات في حلة كبيرة. شايفين؟ خلاص انا بقى ان انا ايه هبدا ان انا افك بس السكر الموجود بقى في الحل، هفكه كويس جدا. واول ما يفك معايا هطفي على النار. خلاص انا مش عايزه اكتر من كده، هفك السكر بس يا جماعه وبعدين هطفي. يعني مش عايزاه يغلي تاني، مش عايزاه يعمل اي حاجه. مجرد ما انت طبعا انا بحاول ان انا افك او اقلب او اسيح السكر الموجود في الجناب الحله. خلاص كده الوصفه عندك بقت مية مية. خلاص انا قلبته كويس، طبعا ما ضفتش اي حاجه عليه. السكر مع الميه مع عسل الجلوكوز الاول اتكرملوا، ضفت عليهم السمنه. بعد ما ضفت السمنه ضفت مباشره الحليب. قلبته كويس جدا ودوبت السكر خالص. خلاص طفيت عليه وبعدين سيبته يبرد. همد صباعي فيه هتحمل السخونه. هو ده اللي المطلوب. انا مش عايزاه سخن ولا عايزاه بارد، انا عايزه بس ايدي تتحمل ايه السخونه. وبعدين هبدا ان انا اضيف السميد. ودي البسبوسه ما بيتقلبش كتير خالص خالص، بس قلبي كل المكونات على بعضيها تختلط ببعضيها وخلاص على كده. لو قلبتيها كتير هتموتي الماده الفعاله بتاعت البسبوسه، اللي هي اللي بتخلي البسبوسه مرمله.
يعني لو قلبتيها كتير قوي هتحسي ان البسبوسه بتاعتك معجنه. تمام. وشاربه من جوه هوا، هتدخلي فيها هوا. البسبوسه ما تقلبش كتير، انت بس قلبيها كويس، قلبي كل المكونات مع بعضيها كويس جدا، يعني تقليبه بسيطه، وبعدين وزعي بقى ايه البسبوسه في الصينيه بتاعتك، والصينيه تكون مدهونه بشويه زبده صغيرين او شويه سمنه. هبدا بقى ان انا ايه هضيف البسبوسه بتاعتي في الصينيه واقلبها كويس جدا واوزعها على الصينيه، واحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها كلها سمك واحد. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، ايوه 200، مولعه من فوق ومن تحت. ويفضل كمان ان احنا نضيف البسبوسه مباشره على النار من تحت، اللي هو على الصاج على طول، ما نحطش بقى في الرف الاوسط، لا خالص. اول ما نحس ان الجناب خلاص بدأت تحمر نرفعها فوق شويه تاخد ايه لون. انا مش بقطعها معاكم يا جماعه، انا بس هحاول اقسمها كده بحيث وقت التزيين اعرف انا حطيت يعني زينتها ازاي. فعندي هنا شويه مكسرات هزين ربع منها من اللوز، وعندي كمان شويه بندق فهعمل ربع لوز وربع بندق. شايفين كده اللوز عندي ممكن نقسمه نصين كده، او ممكن نسيبه زي ما هو. وهبدأ ان انا اضيف الربع بتاع اللوز كل كمية اللوز الموجودة عندي، او مش هحاول يعني ايه اسحمه كتير قوي. حلوة جدا، طعمها بسيط، شكلها جميل، وكمان ما خدتش مننا اي وقت، تطلع بجد معانا يا جماعة. لو بتعمليها اول مرة هتطلع معاكي والله العظيم ناجحة جدا، بس التزمي بالطريقة قبل المقادير، يعني اهم حاجة الطريقة. فزينت بربع لوز والربع التاني كمان شوية بندق. البندق ده انا محمصاه على النار وشايله القشر بتاعه، وبالسكينة قسمت البندقية لنصين. شايفين كده؟ طبعا النص المفرغ من جوه كان على الوش. وبدأت ان انا ازين بيها الايه بعد ما خلصت بندق هسيب بقى الجهتين التانيين مش عليهم حاجة خالص، بحيث اول ما تطلع بقى ان انا ايه ابدأ ازينها بالحاجات اللي انا عايزة ازينها تانية. نبدأ بقى نعمل شربات بتاعتها. الشربات بتاعتها بيكون خفيف شوية، ما بيكونش تقيل. فاضيف هنا 3 كوبايات من السكر، سكر عادي خالص حبيبات، وعليهم 4 كوبايات من المية. تمام. وكمان عصرة ليمون، عصرة ليمونة صغيرة كده، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. حلو جدا في الشربات، بيديني مطة جميلة ولمعة، بيخلي الشربات بتاعنا مظبوط قوي. وحطه على النار لمدة حوالي من 10 ل15 دقيقة. حطيته على النار وخلاص. شايفين البسبوسه بتاعتي حلوه جدا، شكلها مبهج وجميل. واول ما بتطلع من على النار البسبوسه سخنه وكمان الشربات سخن، بضيفه مباشره، بضيف الشربات مباشره على البسبوسه. والشربات بتاع البسبوسه زي ما قلت لكم بيكون خفيف بالطريقه دي. البسبوسه بتاعتنا ناجحه جدا، فهتشرب كل كميه الشربات بتاعنا. مش عايزينها مسكره قوي، ممكن نضيف 3/4 الشربات، يعني ممكن نسيب ربع بس الشربات عادي خالص. شايفين؟ حلو قوي. هسيب بقى البسبوسه بتاعتي بعد ما سقيتها بالشربات تبرد خالص خالص خالص، يعني انا عايزاها تبرد ما تكونش فيها ريحه حتى السخونيه. شايفين؟ كانت ريحتها عامله عندي قلبان بمعنى الكلمه. بعد بقى بسبوستي الجميله بعد ما شربت كل الشربات بتاعي وبردت خالص. معايا هنا شويه من اللوتس، ده لوتس مش بديل لوتس، لا ده لوتس الاصلي. فكيته بشويه زيت لانه كان تقيل شويه، بشويه زيت صغيرين، وضفته في الكيس. وهبدا ان انا ايه هفتح الكيس يعني فتحه صغيره جدا، وهبدا ان انا اعمل فيه الخطوط اللي انتوا شايفينها كده. بجد اللوتس ده حلو جدا وخفيف. وهعمل كمان الربع التاني بالشوكولاته النيوتيلا، هسيحها برضو بشويه زيت او فكها بشويه زيت زي ما عملناها في التورتات. فهبدأ ان انا احطها في الكيس واعمل بقى خطوط كده عليها من على الوش. شايفين؟ حلو جدا وهتعجب الولاد عندك قوي قوي يعني. بجد انا عامله اللوتس والنوتيلا ده مخصوص للولاد، بيحبوا الشوكولاتات بطريقه هايله يا جماعه. وبتدينا كمان طعم في البسبوسه جميل، وبجد مش هيصدقوا ان انت عامله العظمه دي في البيت. حلوه جدا، خطوط كده بالعرض زي ما انتم شايفين وبالطول على البسبوسه. بجد في البيت هنا انبهروا يا جماعة من شكلها، كانت حلوة قوي. يعني بصراحة انا كنت اول مرة
اعمل البسبوسة بالطريقة دي، وكانت ناجحة وجميلة جدا، طعمها بجد كانت هايلة. وعلى فكرة ممكن تعملوها سادة خالص، مش تضيفوا عليها اي حاجة، وهتطلع معاكم تحفة. اهم حاجة انها كانت طرية ومرملة حلوة قوي. وكمان بعد ما ضفت اللوتس والنوتيلا معايا رشة من الفستق الحلبي. الفستق ده انا مقشراه طبعا وطحناه في البيت، فرشة خفيفة خالص يعني. زي ما قلت لكم ممكن نضيف عليها سوداني، بلاش الزبيب. وعلى فكرة لو سيبنا كمان البسبوسة سادة خالص مش عليها اي حاجة، ضفنا عليها بس الشربات، هتكون كمان جميلة جدا جدا وطعمها رهيب. الاضافات دي ما الا اضافات زيادة، مش نكهات زيادة، لا اضافات. النكهة اللي بجد الجميلة في البسبوسة نفسها بالطريقة دي حلوة جدا. شايفين ما شاء الله حلوة قوي وشكلها مبهج جدا، ولا انت شارياها من افخم المحلات بجد. حلوة يا جماعة بطريقة هتهبل، طعمها جميل وخفيفة جدا يعني. هنا بالفلاحين زي ما بقولوها، دي مش بسبوسة، دي طلعت هريسة من جمالها وحلاوتها. حلوة قوي قوي، وسكرها جميل ومعقولة، يعني هتحبي تاكلي منها مرة واتنين وتلاتة. جميلة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، عملنا مع بعض صينية بسبوسة بقى، انما ايه بجد حلوة جدا بطريقة بسيطة وجميلة، احلى كتير من اللي بنشتريها من بره. زي ما اتعودنا بقى قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا، قبل ما نخرج نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بوصفاتي الجديدة. يا رب تكون وصفة البسبوسة النهاردة عجبتكم. شايفين ما شاء الله حلوة جدا، تسويتها ممتازة، طرية وكمان مرملة كده، مش هتلاقيها عند اي حد تاني يا جماعة والله. حلوة جدا، مرملة ازاي، تحفة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. واتمنى زي ما قلنا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بوصفاتي الجديدة. زي ما انتوا شايفين كده بجد من جمالها يا جماعة، ما كنتش عايزة ابطل اكل خالص، بس خلاص انا كده كترت، اخدت اكتر من الكمية المعتادة اللي انا باكلها، كمية صغيرة كده بحيث انها ايه تكون مفيدة. شايفين حلوة جدا، طعمها رهيب يعني، مش هتبطلي زي كده اكل فيها، بجد حلوة جدا. يا رب تكون عجبتكم الوصفة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.